اهلا بيكم، انا ساره والنهارده هديلكم حل مميز قوي، سريع وسهل وطعمه حلو لجوع اخر الليل، او لو حابين كمان تعملوا فطار مميز ومختلف. جايلكم ضيوف او حابين تدلعوا نفسكم كده وتجمعوا عليكم وتقعدوا في سهره حلوه. جربوا فكره النهارده هتعجبكم جدا جدا. يلا على طول نبدا نشوف ازاي هنعملها. محتاجين عيش. العيش ده انا عملته معاكم قبل كده في فيديو سابق، موجود على القناة، تقدروا ترجعوا له. احطه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف او هتلاقوه في اخر الفيديو. نقدر نستخدم اكيد اي نوع من انواع العيش. ممكن نستخدم العيش الفينو ونفتحه نصين ونعمل بيه نفس الوصفة، او حتى التورتيه، او العيش البلدي الرقيق ده، عارفينه. كل حاجة اقول لكم ازاي نتعامل معاها بالتفصيل في الفيديو. المهم ان احنا لو هتستخدموا العيش ده وهتعملوه زي ما انا عملته، بعد ما قطعناه بالسمك اللي احنا عايزينه، هبدأ احطه في صينية وهدهنه كده بالزيت. حاطه معاه توم باودر او توم صحيح كمان لو انتوا حابين، ورشه من الاعشاب، وهدهن بيه العيش من فوق ومن تحت، واحطه تحت الشوايه عشان يتحمص كده وياخد لون حلو. وبنفس الطريقه لو احنا هنستخدم فينو. اما العيش البلدي والعيش التورتيه مش هنعمل فيه الحركه دي. وعلى ما يكون اتحمص هنبدأ نحضر كام حاجة كده عشان نعمل بيها فكرة النهاردة. وأكيد دي كلها أفكار أنا بحاول أديها لكم. المتاح عندكم تقدروا تعملوه، واللي مش متاح أكيد طبعا تقدروا تبدلوه بحاجات تانية، أو تقدروا تشيلوه خالص وما تعملوش الفكرة دي وتستكفوا حتى بفكرة واحدة. في طاسة سخنة أنا ضفت فيها معلقة أو معلقتين من الزيت، وعليهم مشروم. لو كان في كان لازم أصفيه وأغسله كويس جدا. هقطعه بالحجم اللي أنا عايزاه. مجرد تشويحة 2 3. أضيف عليه ملح وفلفل وممكن كمون أو رشة كده من البهارات، مش كتير. بقدونس وكزبرة مفرومين ناعم. أنا هنا بضيف سبانخ معظم الوقت، فحبيت أديكم فكرة الناس كلها تحبها وتاكلها. في ناس كتير ما بتحبش السبانخ أو ما تتقبلش السبانخ يكون كده بالطريقة دي. فلو انتم من عشاق السبانخ بالطريقة دي بتحبوا البيض مع المشروم والسبانخ، لازم تضيفوا هنا سبانخ. طعمها يا جماعة حلو جدا. وهضيف عليه كمان صوص عاملاه من الجبنة عشان كنت عيناه في الفريزر فلسه ماسك نفسه شوية. أول ما نضيفه على الطاسة هيبدأ يفك ويرجع يسيح كده ويبقى حلو. في طاسة تانية هعمل بيض سكرامبل. عندي هنا بيض مسلوق وهرساه كده زي ما انتم شايفين، وضفت عليه صوص من الجبنة او لو عندكم تومية بيكون حلو قوي. هقطع عليه قطع مكعبات كده من الجبنة او جبنة مبشورة برضو كمان، رشة من الملح ومن الفلفل. وهضيف عليه معلقة من اللبنة، معلقة من الجبنة الكريمي، من الجبنة الفيتا الاسطنبولي، اي حاجة من الحاجات دي، وهرسها كويس جدا مع البيض. في طبق تاني هضيف تونة، ههرسها كويس جدا. هضيف عليها خيار مقطعاه مكعبات صغيرة، معلقة من المايونيز. في نوع مايونيز كده بيكون معمول من الأعشاب ومعاه توم كمان بيبقى طعمه حلو قوي. جبنة شيدر، جودة، فلامنك، رومي، موتزاريلا، أي نوع جبنة متوفرة عندكم. معلقة صغيرة من زيت الزيتون، رشة من الملح والفلفل لو انتوا حابين. ممكن كمان تزودوا كده عصرة بسيطة خالص من الليمون
هقلب كل حاجة هنا مع بعضها كويس جدا. ممكن نبدل الخيار مخلل بزيتون مخلل. وهنا كان عندي العيش اتحمص زي ما انتم شايفين، مغري قد ايه كده لوحده، بس كده حطيته عليه جبنه ودخلته تحت الشوايه تاني، طعمه احلى واحلى. نعمله كده كمعامله البيتزا، صلصه من البيتزا وجبن وخضار، وندخله تاني تحت الشوايه. المهم اول فكره، انا ضفت هنا شرايح من الجبنه وعليه البيض اللي انا عملته سكرامبل، والبيض لسه سخن هيخلي الجبنه تسيح معانا. على العيش التاني ضفت خليط البيض اللي عملناه، وعليه حبة من الكزبرة او البقدونس، اي اعشاب. وخليط المشروم اللي عملناه ضفته كمان على جزء من العيش، اضيف عليه كمان رشة من الاعشاب، او ممكن اضيف عليه جبنة وادخله تحت الشواية عشان تسيح. وخليط التونة فردناه على العيش كمان. لو انا عندي هنا العيش التورتيه او العيش البلدي، هفرد الخليط اي نوع من الخليط اللي انا عملته معاكم هنا، والفها رول، او ممكن اقطعها مثلثات زي البيتزا كده. تقديمها كمان حلو قوي، وكفكرة كمان هتكون حلوة قوي. عندي هنا صوص معمول من الأعشاب والفلفل والحاجات كده زي الباربيكيو كده، والطماطم المجففة. مش متوفر عندكم، هنبدله بميكس بين الكاتشب على المايونيز مع الباربيكيو، رشة من الأعشاب. وعندي هنا باقي المشروم وباقي البيض السكرامبل، قلبتهم مع بعض وضفتهم على العيش. نقدمها كده على طول، أو رشة من الجبنة ونحطها تحت الشواية. فكرة تانية، فردت طبقة من الباربيكيو صوص وهضيف عليه شرايح من الجبنة، ممكن نضيف أعشاب. وهنا دي لازم تدخل شوية بس تحت الشواية عشان الجبنة تسيح، ودي أبسط حاجة تقدروا تعملوها، نفس فكرة البيتزا بالظبط. دي كلها أفكار زي ما اتفقنا، نعمل فكرة منها أو اتنين أو تلاتة، اللي موجود عندكم تقدروا تعملوه. وأكيد بعد ما نحدق عايزين نحلي. أبسط حاجة إن احنا ممكن نحمصه أو ما نحمصوش، بس أكيد مش هنضيف عليه خليط الزيت، ممكن زيت عادي بس، او ممكن نحط عليه زبدة كمان، وندخله تحت الشواية عشان يتحمص. نفرد عليه اي شوكولاتة سبريد وعليها شرايح من الموز. الساندوتش كلاسيك قوي محدش بيختلف عليه. ممكن بدل النوتيلا نستخدم حلاوة سبريد، ونفرد الاول طبقة من القشطة. لو مش عندنا حلاوة سبريد، يبقى هنجيب كده الحلاوة ونحاول كده نفرفتها كده بسيط خالص على الوش. ممكن نبدلها بصوص التوفي، صوص الكراميل، طبقة من القشطة وعليها مربى موز مكرمل، زبدة فول سوداني، وعليه موز، برضو من السندوتشات الكلاسيك قوي. ابدعوا زي ما قلت لكم، تقدروا تطلعوا افكار غير اللي انا اديتها لكم النهارده. وده الشكل النهائي للافكار اللي قدمتها معاكم. في منهم اللي ضفت عليهم جبنه ودخلتها تحت الشوايه، وفي اللي ما ضفتش عليها وبرضو دخلته تحت الشوايه. ترجع كل حاجه تسخن وقدموها بألف هنا. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده واستفدتوا منه. قابلكم ان شاء الله في فيديوهات وصفات مختلفه. سلام عليكم.